إخوان السلام عليكم، ونتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقة تثبيت الفيديو في أعلى الملف الشخصي. يعني هذه طريقة كان سولني واحد الأخ في صيفط لي في الخاص، طرح عليها التساؤل، قلت له غنجاوبك الفيديو. الإخوان، واحد الملاحظة بالنسبة للإخوان اللي عنده شي تساؤل في إطار تيك توك، فيخلي لي تعليق في فيديو من الفيديوهات، راه كنقرا كاع التعليقات وغنجاوبو إن شاء الله في فيديو. نشرح له التساؤل ديالو، نجاوبو على التساؤل ديالو في فيديو، نشوفوا الشرح ونرجعوا نشوفوا شنو هما الفوائد نتاع تثبيت فيديو. كما كنشوفوا كنمشيو لصفحة الملف الشخصي، كتطلع القائمة ديال الفيديوهات اللي عندك اللي راك نشر في الصفحة ديالك. هنا كنمشي نختار، كندخل اي فيديو، مثلا بغيت فيديوهات غادي نشرح الفوائد ديال بعد ما نكملوا هذا الفيديو ديال الشرح. مثلا غنختار فيديو، غنختار هذا الفيديو مثلا، كندخل الفيديو. اخوان السلام عليكم، ونتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. حسب طلب بعض الاصدقاء اللي كانوا الصفحه ديالك كيكون عندك 3 النقط، ملي كتكون داخل شي فيديو اخر كيكون تما السهم ديال البارطاج، كطلع لنا هذه الواجهه. ها هي عندك التثبيت، كندير له تثبيت. هو عطاك الفوق لقد تم تثبيت في ملفك الشخصي. غادي نرجعو، ها هو غادي نلقاوه دابا هو الاول في القائمه، يعني في قائمه الملف الشخصي. غنختاروا فيديو اخر لان من الحق ديالك انك دير تثبيت ثلاثه ديال الفيديوهات. كنمشيو لثلاثه النقط، علامه التثبيت اللي غادي نوضحها لكم ان شاء الله. غادي ندير لكم صوره في اخر الفيديو. اختار فيديو مثلا اخر، اختار هذا الفيديو مثلا بالضبط. كنمشي لثلاثه النقاط، هي عندك تما تثبيت، تم التثبيت. العلامه غادي نشرحها لكم، غادي ندير لها صوره ان شاء الله. نختار فيديو عاوتاني، فيديو ثالث، لقاش عندك الحق انك دير تثبيت لثلاثه ديال الفيديوهات. كما شفنا في الشرح الاخوان، الشرح كان واضح، يعني وضحنا الطريقه كما هي. دابا غادي نهضروا على فوائد تثبيت الفيديو. فممكن انك تثبت فيديوهات اللي هما عندك اعلى مشاهده فيهم، مثلا فيديوهات اللي يدخلوا اكبر مشاهده، ممكن تثبتهم في قائمه الملف الشخصي. ممكن انك تثبت الفيديوهات مثلا اللي كتنشرهم جداد. ممكن كل واحد ياخذ استراتيجيه يخدم عليها. ممكن انك بغيت ترجع تحيي واحد الفيديوهات اللي دازت عليهم مده طويله، وتولي تحييهم في المشاهده، بعد ما كتموت لهم مشاهده كيطيح منهم التفاعل، فممكن انك عاود تثبت هذا النوع من الفيديوهات. كان الشرح هو هذا، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، يكون فيه استفاده، وتحياتي للجميع.